حينما تنقلب الموازين فيصبح شرع الله جل وعلا من أدنى الأولويات، ويصبح أعلى الأولويات بالنسبة لنا ما لم يأمر به القرآن، هذا يجعل الأمة تسير على رأسها لا على قدميها. وحينما أضرب مثالا، إن القرآن العظيم ذكر حادثة الإسراء والمعراج في آية واحدة فقط لا غير. وحينما تحدث عن الجهاد وعن الغزوات تحدث في سور بأكملها. جاءت سورة بأكملها تسمى سورة الأحزاب، وجاءت سورة بأكملها تسمى سورة الأنفال. حينما أراد ربنا عز وجل أن يعلم هذه الأمة كيف تكون العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة الواحدة أنزل سورة سميت سورة النور. علمنا ربنا في القرآن بالنص القرآني أن يستأذن الأبناء على الآباء في الدخول إلى حجراتهم. في سورة النور يعلمنا العلاقات الاجتماعية حتى تتضح لنا الأولوية في فهم هذا الدين، وحتى ندرك أننا لابد أن نمسك بالإسلام من رأس الله الزلل. حينما حدث لنا القرآن العظيم في آيات كثيرة كيف نصل الأرحام، وكيف نكرم اليتيم، وكيف نحسن الجوار، وكيف يكون الخلق الحسن، إنما يعلمنا ربنا عز وجل أن نستمسك بهذا الدين بأصله، فإن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. إن القرآن العظيم حينما تحدث عن النكاح وتحدث عن الزواج، وإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الكلمة المشهورة التي نحفظها كلنا عن ظهر قلب: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وحينما سنسمع العقد الآن نجد أن الزوج يقدم إلى ولي الزوج الأمر بالزواج حينما يقول له: زوجني موكلتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا. إذن فيصبح أنك تطلب شرطا من شروط العقد أن يكون بناء هذا البيت وإقامة هذه الحياة الأسرية الجديدة قوامها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك إذا فرطت في هذا الشرط؟ أترى عقدا أخل بأحد شروطه بماذا يكون الحكم فيه؟ حينما نخل بشروط عقودنا الزوجية لابد أن نراجع أنفسنا في هذا الأمر، إذ إن الصداقة حينما يكون شرطا أساسيا لا يقبل الولي إلا به ويثبت في أوراق رسمية، فإن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عقد شرط في العقد بيننا وبين الله تبارك وتعالى. فتصبح الأولوية في حياتنا أن تكون المعاملة الزوجية بين الرجل وزوجته، أو بين المرأة وأهل زوجها، أو بين الرجل وأهل زوجته، لابد أن يكون قوامها كتاب الله جل وعلا. اسمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو تصفه السيدة عائشة رضي الله عنها ليعلم الأمة أولوياتها كيف كان رسول الله في بيته. قالت: كان خلقه القرآن. إن هناك أناسا يريدون أن يطمسوا عن الإسلام هويته حينما ينزعوا عنه أركانا أساسية من هذا الدين، مثل الأولويات التي ذكرها القرآن، مثل الأخلاق، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل قول ربنا جل وعلا: واعمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. حينما يريد القرآن العظيم أن يوجه هذه الأمة فإن القرآن يوجه هذه الأمة للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وإذا ما تخلينا عن هذا القرآن العظيم سواء في قراءتنا له، سواء في انتعامله بأخلاقه وبأوامره وبالانتهاء عن نواهيه فيما ذكره القرآن العظيم، كيف تكون علاقتنا بالله جل وعلا؟ إذ
إذ أن الميثاق الأساسي بيننا وبين الله هو هذا القرآن العظيم. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخسف نعله ويخيط ثوبه. علشان الراجل لابد أن يضع في بيته الأولويات حينما يعود إلى عمله، قبل أن يسأل عن الطعام المطهو أم لا، يسأل زوجته إن كانت أدت الصلوات أم لا. إنما حينما نتناسى هذا الأمر وينسى الرجل أنه ولي في بيته وأنه راع في أسرته وأنه سيسأل عن هذه الرعية، كيف يصلي الرجل وامرأته لا تصلي؟ كيف يصلي الرجل وابنته لا تصلي؟ ناهيك عن أمور أخرى كثيرة. إن أولويات المسلم يقتضيها عليه القرآن العظيم حينما يأمر أهله بالصلاة. إن أولويات المسلم يقتضي عليه القرآن العظيم أن يعلم أبنائه القرآن. إن من حقوق الابن على أبيه حتى لا يعوقه الابن بعد ذلك أن يحسن اختيار الأم. إن القرآن العظيم حينما أمر المسلم أن يحسن اختيار زوجته إنما يضع بذلك حقا من حقوق الأبناء. فإذا ما فرط الآباء في هذا الأمر ولم يعطوا أبنائهم حق اختيار الأم لا يلومن إلا نفسه حينما يعطوا ولده. أن يحسن اختيار الزوجة وأن يحسن اختيار ابنه وأن يعلمه القرآن العظيم. أما إذا انشغل الأمر الأم عن هذا الأمر فلا